اهلا وسهلا بحضراتكم. اجدادنا قالوا اللي على راسه بطحه بيحسس عليها، والحقيقه ان اتحاد كره القدم مش على راسه بطحه، ده محتاج غرز. الحقيقه اداره المنظومه بتاعت كره القدم اللي بيعملها اتحاد الكره المصري جديده لنج، وعمري ما شفت حد بيكره الناس فيه بايده وبمزاجه وبقراراته قد اتحاد كره القدم. يعني لو عملت استفتاء دلوقتي عند كل عناصر اللعبه المتعلقه باتحاد الكوره وسالتهم، كلهم هيقول لك يا ساتر يا رب. يعني لو سالت الاهلي دلوقتي هل اتحاد كره القدم الذي يدير كره القدم في مصر كفء وعادل، هيقول لك لا. طب قلنا يمكن عشان جاي اليومين دول على الاهلي وضربه الجزاء ولجنه الاستماع وشريط الفيديو وبتاع. طب روح للزمالك قول له هل اتحاد الكوره كفء وعادل؟ هيقول لك طبعا لا، ده مفيش حد ظلمنا اكتر من اتحاد الكوره ولجنه الحكام ومش عارف ايه. طب بلاش الاهلي والزمالك وروح لبيراميدز واساله كفء وعادل، يقول لك يا نهار ابيض ده خد مني الدوري السنه دي وعامل مش عارف ايه. لما تسال كل الناس فيقول لك لا كفء ولا عادل، يبقى في مشكله، والمشكله انت سببها، انت اللي بتصنعها. واخرها الهزار اللي حصل النهارده في مقر اتحاد كره القدم المصري. يعني اذا كنت عايز تقول ان انا بطبق الشفافيه وما عنديش حاجه اخبيها وكله هو على عينك يا تاجر، وسمحت للاهلي انه يجيب وفد عشان يستمع الى المحادثه الفار اللي حصلت ما بين محمود عاشور حكم الفار ومحمود وفا حكم الساحه في ماتش الاهلي وسيراميكا، انت مالك بقى مين اللي يجي يسمع؟ يعني بأمارة ايه انت اللي تحدد مين اللي يجي يسمع؟ هل انت عارف ان في حد مثلا سميع وحد لا؟ حد ودانه حلوه في السمع وحد ما بيسمعش كويس؟ طب كشفت على ودنهم؟ يعني حاجه غريبه جدا. يقول لك لا انا عايز واحد من الجهاز الفني وواحد من الجهاز الاداري. انت بتنقي وتختار بناء على ايه؟ انت اللي بتختار مين اللي يمثل وفد الاخرين. دي سابقه لا متماشيه مع الدستور، ولا متماشيه مع لائحه الانديه والقانون الرياضه، ولا ماشيه مع اتحاد الكوره، ولا ماشيه مع حاجه ابدا. بقى انا عندي وفد، انت تقول لي الوفد بتاعك يتكون من مين ومين يجي ومين ما يجيش؟ حاجه غريبه جدا. انا جاي لك النهارده بعضو مجلس اداره والمشرف على كره القدم، يعني مش عضو مجلس اداره ماسك مثلا الصالات ولا ماسك مثلا كره اليد فمالوش علاقه، عضو مجلس اداره المشرف على كره القدم في النادي الاهلي، وحكم دولي اللي هو الكابتن ناصر عباس، مدير الاعلام في النادي الاهلي اللي هو اعتقد الاستاذ جمال جبر. مين اللي مش عاجبك فيهم؟ سميعه وحشين يعني؟ بيسمعوا مهرجانات فمش هيعرفوا يسمعوا المزيكا اللي في شريط الفار؟ فبالتالي طبعا الجلسه باظت ومنع وفد الاهلي الرسمي الشرعي المنتدب بختم من مجلس اداره النادي الاهلي من انه يستمع، لانه التعليمات اللي عند اوسكار رويز، وهنرجع له بقى رئيس لجنه الحكام من اتحاد الكوره، انه لو ما لقيتش يا حد من الجهاز الفني من الاداري ما تسمعش. فانت بتزيد الريبه فيك اكتر، وبتزيد الشبهات عليك اكتر، وبتخلي غضب الجماهير عليك اكتر. طب ليه بتعمل كده؟ انا بقول لكم انه المنظومه غلط. انا لا بقول فساد ولا كذا، لان انا كلامي محدد، ولما اقول فساد لازم اطلع بدليل. فكلامي محترم وطول عمري محترم وبحترم الناس. وعلى فكره كلامي عن سوء اداره اتحاد الكره ملوش علاقه بالاشخاص، الاشخاص لهم كامل الاحترام عندي طول الوقت. انا بتكلم على الفعل مش على الفاعل، بتكلم على السياسات والقرارات والاداره مش على الاشخاص والكيانات، كلهم ليهم احترام. بس وبعدين صحيح ليه بنعمل كده وبنسيء لانفسنا وبنزود الضغائن وبنزود الحقد، وتخلي النهارده سيد عبد الحفيظ وهو طالع يقول لك الاهلي له مجلس وله كيان ويعرف يجيب حقه وبتاع، وبقت خناقه رغم ان الموضوع سهل. يا عم الشريط اهو اتفضل، اللي عايز يسمع. هو انت مداري حاجه يا اتحاد الكوره؟ لو مداري ما كنتش سمحت بقى بالاصل وخلاص وقفلت وطرمخت على القصه وخلصت. وبعدين انا مش بتكلم على بينالتي ولا مش بينالتي، انا ده اخر همي دلوقتي، رغم ان طبعا انا شايف انها بينالتي رسمي شرعي فهمي نظمي، بس برضو خلاص اللي حصل. واخطاء كره القدم ما بتعيدش المباريات، وياما انديه اتظلمت وضاعت منها بطولات وبتاع بسبب خلاص اللي حصل.
اللي حصل حصل، بس اسمع على الاقل يا سيدي انت وقعت عقوبات على لعيبه الاهلي بناء على ان هم في التقرير تجاوزوا في حق الحكم. السلام عليكم. عايز اقول لاتحاد الكره، انت يا ابني وقعت مع اللي ما بيرحمش. انت وقعت ومحدش سمع عليك. انا كنت بدور لك على غلطه، انا ما كنتش عارف امسك عليك حاجه. انت دلوقتي اديتني الفرصه، انا دلوقتي مسكتك ومتلبس وقدام الناس وفضحتك فضيحه كبيره. حبيبي انت بتتعامل مع النادي الاهلي يا حبيبي. اول حاجه كل مصر والوطن العربي، وعايز اقول لك افريقيا والدول الاوروبيه وما جاورها، هتعرف الفضيحه، لان انت دلوقتي كشفت نفسك قدام الناس كلها. لو انت ناس محترمه ما عندكوش تضليل، ما عندكوش كوسه، كله زي بعضه، تعال يا عم انت اسمع اللي تسمعه، انا ما عنديش حاجه اخبيها، اسمع وتفضل وقول براحتك. ده انت لو ما عندكش اي حاجه مخبيها، ده انت كنت ممكن تعمل جلسه استماع على الهواء مباشر. تعال يا عم اسمع، انا ما عنديش حاجه كده، كنت تخرس اي لسان، بل بالعكس انت كنت هتكتسب ثقه كل الناس، وكنت هتقلب الترابيزه بقى على النادي الاهلي. لكن انت دلوقتي اكدت الكلام اللي بيقوله النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، واللي احنا عارفينه ومتاكدين منه، ان انتوا شويه عصابه وعاملين عامله ومخبيينها. والتوجه الكلام اللي قاله السنه اللي فاتت يحيى الكومي، وبعدين انتوا منعتوه ووقفتوه وانتقمتوا منه لما قال ان كان في توجه لاهداء الدوري البيراميدز، اكدوا امبارح اوسكار وقال لك ايه؟ انا ما حدش طلب مني حكام. امال انتوا كنتوا بتقولوا ازاي؟ ده احنا بذلنا جهودنا وطلبنا حكام اجانب والوقت ضيق. الراجل بيقول لك ما حدش كلمني في حكام اجانب خالص. يعني شوف، ادي نقطه جت من عند ربنا اهو، ده الحكايه دي جت 100. تعالى بقى النقطه الثانيه، انت بعد ما قلت جات لك تعليمات من الراجل الكبير، بعد ما قلت تعال اسمع التسجيلات، جات لك تعليمات من الراجل الكبير، لا يا عم اعمل لهم اي حاجه عشان ايه؟ ما يستمعوش. يقول لك احنا مش هناخد الا 2. ما انت عارف ان سيد عبد الحفيظ هيجي، وايه الحكمه ان سيد عبد الحفيظ بالذات ما انتوش عايزينه يجي؟ هتقول لي بس انتوا عايزين اي 2 وخلاص تكلفتوهم وشويه كيك وشاي زي ما قالوا كده وتعدي الامور؟ لا، احنا طالما صرنا قضيه يبقى يكون في شفافيه. انتوا كده لغوشتوا على كل حاجه، بوظتوا الدنيا خالص. الدوري اللي كان ماشي كويس وكان فيه منافسه، لا حرفيا الدنيا باظت دلوقتي خالص. وخلي بالك ان الموضوع مش هيقتصر على حاله النادي الاهلي، ده انت هتشوف بقى اي حد يحصل معاه اي حاجه في الماتشات الجايه تفتح على نفسك طاقات جهنم. كله هيقول لك زي الاهلي انا عايز استمع انا كمان. طب ما كنت تطلع بالراحه باحترامك كده وتقول معلش يا جماعه الحكم اخطا واحنا عاقبنا الحكم وهو خطا وخلاص. صدقني كنت برضه هتكسب احترام الناس، لان مفيش مشكله انك تخطأ طالما اعترفت ان في خطأ خلاص، وتعالج الموضوع وتدي عقاب للحكم، والدنيا هديت وخلصت الموضوع ولميت الدنيا وانت حد محترم. لكن لا، بيموت الزمار وصوابعه بتلعب. يعني يجي في مثل يقول لك قال للحرامي احلف، لا انت هو حرامي خلاص، احلف مين؟ والله لو جابوا قفة مصاحب. وبعدين انت كده اكدت الشكوك ان انت راجل ضلالي، وان انت مخبي حاجه وعامل فضيحه هتخلي كله يتكلم عليك.